من داخل أسوار السجن، دنيا باطمة تعلن إصدار أغنية تفكرت الميمة. إليكم التفاصيل. تستعد الفنانة دنيا باطمة للإفراج عن جديدها الغنائي يوم غد الأحد، حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، الذي باتت تسيره شقيقتها ابتسام بعد دخولها سجن لودايا بمراكش. وجاء في إحداث منشور لدنيا باطمة: غدا إن شاء الله سيتم إطلاق أغنية تفكرت الميمة للفنانة دنيا باطمة من فيلم البوز. الأغنية غتنزل في قناة شركة إنتاج فيلم البوز، ودعواتكم مع دنيا بالفرج يا رب. يشار إلى أن أغنية تفكرت الميمة هي من ضمن أغاني الفيلم السينمائي الجديد لدنيا باطمة، وهي من كلمات بشرى نيت القاضي وألحان فؤاد خضري وتوزيع مختار علوي. ويذكر أن فيلم البوز قد شكل أولى التجارب السينمائية لدنيا باطمة، والذي جمعها بشقيقتها ابتسام وبالنجمين التركيين مراد دنجي وميرت التنسك، إضافة إلى كل من مراد العشابي، عصام بوشمة، عبد الله فركوس، فضيلة بن موسى، قمر السعداوي، نعيمة بوحمالة، فاتي جمالي وآخرون. يذكر أيضا أن الفيلم السينمائي البوز للمخرجة والفنانة ديمنا بولعيلات قد صورت مشاهده بين مدينة أكادير وتركيا العام المنصرم. ويأتي سياق طرح الفنانة دنيا باطمة لأغنيتها هذه بمناسبة اليوم العالمي للأم، لذلك قرر منتج العمل طرحها لأنها تتحدث عن الأم وقيمتها في الحياة، علما أنها من كلمات بشرى نيت القاضي وألحان فؤاد خضري وتوزيع مختار علوي، وتم تسجيلها بين المغرب وتركيا. وتفاعل النشطاء مع تدوينة الفنانة في تعاليق عديدة أعربوا من خلالها عن ذكاء هذه الاستراتيجية التي ستجعل من الفنانة على تواصل مستمر مع جمهورها حتى وهي في السجن، وهو الأمر الذي يخول لها إمكانية طرح باقي أعمالها الفنية المسجلة.